ازاي تشتري بيت او شقة بالرهن العقاري؟ هوم باير. لو مهتم بجديد ومفيد في عالم التطبيقات اشترك في قناتي وانا هقولك وظيفة كل تطبيق، مزايا وعيوب. هوم باير تطبيق حجمه 49 ميجا، محمله 10,000 مستخدم. تطبيق مش مصري، هتقدر عن طريق التطبيق تخش عليه وتشوف البيوت المتاحة للرهن العقاري. طبعا الرهن العقاري في مصر عندنا لازم يبقى تبع البنك، ولازم تبقى المكان اللي انت تشتري منه بيبقى مترخص والرخصة سليمة ومفيش أدوار زيادة والمساحة مظبوطة ومفيش بروز ومفيش حاجات كتيرة. يعني في اشتراطات كتيرة عشان تاخد حاجة بالرهن العقاري في مصر على 30 سنة بفايدة تقريبا 5% أو حاجة زي كده. لكن التطبيق بيعرض عليك منازل للبيع بالرهن العقاري. طبعا الرهن العقاري بيبقى ضمان وظيفتك أو مرتبك. فعشان انت تفهم ان في ناس بتفهم ان هو رهن، هرهن بيتي واخد منه بيه فلوس. لا، هو حضرتك انت هتشتري بيت بالرهن العقاري، يعني هتبقى بيتك اللي هتشتريه مرهون للبنك لحد ما تسدد تمنه، لكن مش انت هترهن بيتك وتاخد من وراه فلوس. فالتطبيق لسه جديد، ده 10,000 مستخدم، مفيش أي تقييمات لأي حد استخدم التطبيق. يا لو جربت التطبيق في أي دولة من الدول تكتب لنا تعليق تحت الفيديو عشان تقول لنا التطبيق كويس ومميز وينفع فعلا ولا لأ. شير ولايك وسبسكرايب للقناة لما كنت تشرف التطبيق وسنين تاني في تطبيق جديد.